بيبا بيج شكلها بسيط من برا، ألوان زاهية، أصوات ودودة، حلقات قصيرة، وحكايات شكلها بريء وآمن. بس أول ما تبطل تركز بس على بيبا وتبدأ تلاحظ الخلفية، نبرة المسلسل كلها تتغير بهدوء. الشخصيات بتدخل وتخرج من المشاهد من غير تفسير. في شخصيات بتظهر في أماكن المفروض ما ينفعش تكون فيها، وفي شخصيات بتتقدم وبتشر ليها بشكل عابر وبعدين بتتنسى تماما. بيبا بيج بتتظاهر إنها بسيطة وواضحة، لكن الخلفية بتحكي قصة مختلفة تماما، واحدة مليانة أنماط غريبة وشخصيات مختفية وتفاصيل بتصير أسئلة أكثر ما بتدي إجابات. واحد من أوضح الأمثلة على ده هو مستر لابرادور، شخصية بتحس إنه موجود في كل مكان في نفس الوقت. أغلب المشاهدين يعرفوه كواحد من فريق البناء مع مستر بول، غالبا بنشوفه بيشغل معدات تكيلة أو بيساعد في حفر الطرق أو بيشارك في مشاريع البناء، كأنها شغلته الدائمة. في الحلقة اللي اسمها مستر بول في محل خزف، لما مستر بول كسر إبريق الشاي بتاعه، مستر لابرادور أعلن بهدوء إنه معاه مسدس برشام. معايا مسدس برشام. قال الجملة بثقة وهدوء لدرجة إنها عرفت شخصيته على طول. اللي بيخلي وجوده مقلق هو إنه بيغير أدواره بسهولة جدا. في حلقة تانية فجأة تلاقيه بيشغل عربية آيس كريم بنفس الصوت الهادي والبطيء، كأن بيع الآيس كريم مجرد شغلانة مؤقتة زي أي حاجة تانية. قبل ما يرجع لموقع البناء، الأمور بتزداد غرابة لما تشوف الأماكن التانية اللي بيظهر فيها مستر لابرادور. وأثناء رحلة بيبا للندن تلاقيه لابس زي حراس الملكة، واقف ساكت وبيتفرج على بيبا وأصحابها وهم داخلين القصر. ولما عائلة الخنزير بتسافر لنيويورك، مستر لابرادور بيظهر تاني، المرة دي ماسك كاميرا وبيمثل إنه سائح. هو واقف قريب جدا من العائلة لدرجة إن شكله متعمد، كأنه بيوثق تحركاتهم. وبعدين في باريس هو هناك تاني والكاميرا جاهزة، وبيلاحظ بهدوء من الخلفية نفس الشخص ده بيظهر في أكتر من دولة، دايما قريب ودايما بيراقب، وده بيخلي الموضوع يحسسك إنه مش صدفة. ده بيخلينا نسأل سؤال مقلق، يا ترى مستر لابرادور مجرد شخصية بتظهر في الخلفية كل شوية، ولا هو فعلا حد متعمد يراقب بيبا وعائلتها؟ لأسباب المسلسل عمره ما وضحها، في لغز تاني يخص شخصية طفل موجود فعليا لكن عمره ما كان جزء حقيقي من المجموعة. المعجبين غالبا بيسموها كارول كاو. أول ظهور ليها كان كعجلة صغيرة من غير اسم، قاعدة في الجمهور أثناء عرض الكريسماس بتاع مستر بطاطس. ما تعرفتش، ما اتكلمتش، ومحدش خد باله منها، هي بس موجودة وخلاص. بعد كده بدأت تظهر بهدوء جنب مدام كاو في كذا حلقة، منهم الرحلات للندن ومشاهد في أماكن عامة زي مناطق التسوق. مع الوقت المعجبين لاحظوا ظهورها المتكرر ودولها اسم، وده حاجة المسلسل نفسه عمره ما عملها. وفي الآخر بيبا بيج أكدت إنها بنت مدام كاو، لكن حتى بعد ما بقت شخصية رسمية لسه غريبة وبعيدة عن الشخصيات الرئيسية. اللي بيخلي كارول كاو فعلا مقلقة هو اللي مش بيحصل. عمرها ما راحت مدرسة مدام جازيل، ولا لعبت مع بيبا، ولا تعاملت مع باقي الأطفال، وبعدين بعد كام ظهور ليها اختفت تماما. والأكثر إزعاجا إنها ما ظهرتش في فرح أمها من مستر بول. لو مستر بول بقى دلوقتي زوج أمها، غيابها بقى مستحيل يتجاهل. المسلسل ما قدمش أي تفسير هي راحت فين أو ليه اختفت، وده خلى المشاهدين يتساءلوا إذا كانت انتقلت تعيش في مكان تاني أو اتشالت من الأحداث بهدوء أو مجرد تفصيلة اتنسيت. في عالم نادرا ما بيرجع للي فات، خلفية بيبا بيج بتبقى أغرب كمان. لما تفكر في القرصان ريدبيرد، هو قرصان بشكل علني، والمسلسل عمره ما خبى الحقيقة دي. صورته بتظهر في كتب قصص الأطفال، وخلال حلقة المهرجان وشه بيبان على البوسترات واليافط في كل أنحاء المدينة. كل المجتمع باين عليه عارف هو مين، ومع ذلك عمر حد ما عامله كأنه مجرم، بالعكس بيتحتفل بيه وبتعرض صورته وكل الناس بتقبله في هدوء. ده بيخلينا نفكر في احتمال مقلق إن مدينة بيبا يا إما بتتسامح مع القرصنة أو بتستفيد منها بطريقة ما، سواء كان المهرجان اتعمل تكريما ليه أو هو اللي موله أو حتى بيستغل صورته بس. المسلسل عمره ما شرح ليه القرصان بيتعامل كأنه رمز محلي. مرتبطة بريدبيرد هي بولي الببغاء، حيوان جدو بيج الأليف اللي بتبين أكتر إثارة للريبة لما تركز فيها. في الصور اللي مرتبطة بريدبيرد، بولي بتظهر وهي بتدفن الكنز معاه، وده بيوحي بقوة إنها كانت مشاركة في جرائمه. رغم كده بولي كمان بتتصور كأنها مشهورة، صورتها بتظهر على علب الكورن فليكس اللي بتتباع في المحلات، وده حولها لتميمة تجارية. الهوية المزدوجة الغريبة دي شريكة في الجريمة وأيقونة قابلة للتسويق، بتوحي إن في عالم بيبا بيج الشهرة بتمحي الغلط بسهولة. مستر فوكس بيمثل مثال تاني على السلوك المشبوه، مستخبي قدام الكل. هو عنده محل بيبيع فيه كل حاجة حرفيا، وغالبا
بيقبل طرق دفع غريبة جدا زي أزرار من جورج. هو باين عليه واثق من نفسه ولبق ومش فارق معاه خالص البضاعة بتاعته جاية منين. في حلقة الحيوانات الليلية اتشافه وهو بيتسلل جنب فراخ الجيت باك، وده كان مشهد كوميدي وفي نفس الوقت تلميح لطبيعته اللي بتحب تسرق. وبعد كده مجموعة القوارب اللي جوه زجاجات اللي الجيت بيج بيحبها اختفت بشكل غامض، وظهر التاني للبيع في محل مستر فوكس. ولزيادة الشكوك اتشاف مستر فوكس بعد كده في المطار لابس جاكيت أخضر، وده كان شكله تنكر متعمد، سواء كان بيهرب من البلد أو بس مستخبي على مرأى من الكل. المسلسل ساب الموضوع كده من غير توضيح. ماندي ماوس هي شخصية تانية وجودها بيبقى أكتر إثارة لما تلاحظ ظهورها في الأول. قبل حلقتها الرسمية ماندي ظهرت بسرعة في الخلفية أثناء رحلة لندن، وكانت جزء منها مقطوع بسبب الكادر، محدش خد باله منها، بس هي كانت موجودة بوضوح. ولما بقت شخصية رئيسية أخيرا المسلسل قدمها من غير أي بهرجة. ماندي بتستخدم كرسي متحرك ومحدش بيتعامل مع ده كأنه حاجة غريبة. مفيش حلقة مخصوصة عشان يشرحوا أو يبرروا ده بشكل درامي، هي ببساطة جزء من المجموعة. والحقيقة أن المسلسل بيبين أنها غالبا أسرع واحدة وسط الأطفال. ظهورها في الخلفية في الحلقات القديمة كان مقصود، كأنها كانت دايما جزء من عالم بيبا ومستنية بس تيجي اللحظة اللي تتسلط عليها الأضواء. مولي مول موجودة في بيبا بيج بشكل أهدى وأقل انتظام. هي جزء واضح من فصل الآنسة غزال، بس بتظهر بس لما المجموعة تحتاج أطفال زيادة. على الشاشة هي بتقول جملة، بتتفاعل مع اللي بيحصل، وبعدين بترجع تاني للخلفية. مولي مش بتحس إنها شخصية مكتملة، أكتر كأنها موجودة عشان تملى الفراغ، موجودة بس عمرها ما بتكون في المركز. بين الدب القطبي بتحس إنها مهمة رغم ظهورها المحدود. هي بتلبس نظارة وبتلعب هوكي جليد وليها شخصية واضحة، وبرغم كده بتختفي لفترات طويلة وبترجع تاني كأنها كانت موجودة طول الوقت. وجودها الغير ثابت بيخليك تحس إنها مش مجرد شخصية في الخلفية، لكن أكتر كأنه المسلسل بينسى يستخدمها. بليندا بيل مخفية بطريقة مختلفة، مش عشان محدش بياخد باله منها لأنها تندمج، لكن لأنها من مجموعة أكبر في السن والمسلسل نادرا ما بيركز عليهم. هي بتظهر مع كالوي وأطفال أكبر تانيين، وبتقول بصراحة إنها تقريبا عندها 10 سنين. هي بتتزحلق على لوح التزلج وبتدي نصايح، وبتتصرف كأنها خلاص كبرت على عالم بيبا. تصميمها وطريقتها بيميزوها، وده بيخلي واضح إن عالم بيبا بيج أكبر من مجرد مجموعة اللعب، حتى لو المسلسل نادرا ما بيستكشف ده. مستر بير بيمثل واحدة من أغرب الحالات كلها. هو ظهر في حلقة واحدة بالظبط وما بنشوفوش تاني خالص، لا ظهر في الخلفية ولا ليه أدوار متكررة ولا حتى أي اعتراف بوجوده. هو موجود لفترة قصيرة وبعدين بيختفي تماما، وده بيخليه يحسسك إنه ملف منسي، مش واحد من سكان مدينة بيبا الحقيقيين. مدام بادجر شكلها شخصية مهمة، لما بتظهر بتدير مزرعة ضخمة وبتوجه الأطفال فيها بكل ثقة، لكن حياتها الشخصية حاسسها ناقصة. مع أن البرنامج بيقول إنها متجوزة مستر بادجر، بس هو نادرا ما بيتشاف أو حتى بيتذكر، وده بيخلي الموضوع كأن جزء كامل من حياتها اتشال من القصة. وأخيرا عندنا مستر جازيل، شخصية في الأساس مش موجودة خالص. في متحف العلوم في لوحة بتصوره وهو لابس زي عسكري قديم بيرجع لقرون فاتت، وبما إن مدام جازيل واضح إنها خالدة، البورتريه ده بيوحي إن جوزها ممكن يكون زيه. لو ده صحيح يبقى مستر جازيل لسه موجود، هو بس في مكان تاني، ممكن يكون نايم مستخبي أو مستني وقت لما المسلسل يعترف بوجوده تاني. أول ما تبدأ تلاحظ الشخصيات اللي في الخلفية دي، بيبا بيج ما تبقاش كرتون أطفال بسيط، بتتحول لعالم مليان حاجات ناقصة وناس منسية وحكايات بتحصل برو الكادر. وكل ما تركز أكتر هتلاحظ أكتر إن الخلفية في بيبا بيج مش فاضية خالص، هي كمان بتبص عليك.